محاولة اختطاف طفلة واغتصابها، مما خلف العديد من الجرحى قبل تدخل قوات الأمن. وطالب سكان المنطقة بترحيل هؤلاء الأفارقة، محذرين من خطورة الوضع الذي بدأت بوادر انفجاره. وتبلغ الطفلة التي تنحدر من حي الإنارة 9 سنوات حسب مراسل قناة الجزائر. ويسرقوا لي بنتي، طاروا وراها الى الديزويت الفرماسيان، سلكتها غمره، جابتها الى الجهه وطلقتها. عيط رجال الشرطه، قال لك روح ل6 ايام. مشيت ل6 ايام، الاف الالوف راها ساكنه هنا جت، ورحنا شاكيين وما كانش اللي دافع. هذه النسبه اللي راه هنا قادره على عامين تغتصب جميع البنات تحت المدينه، وما كانش فينا اللي قد يهضر ليهم. قوه بدنيه ونسبه العدد، والشعب راك تشوف هنا كاع يتفرج. سمانا سلطات ما تدخلش، ندخلوا حنا نطخلوا. بالنسبه للجواري، بالنسبه للناس، البنت هذه جات غير سبب. حنا من زمان كنا باغيين يهزوها علينا، زادوا كملوا ختموها لنا بالبنت قصيره في عمرها 9 سنين. راك تشوفوا واش داروا ليها. تفاصيل أكثر في الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من ولاية بشار مصطفى عثماني. مصطفى، كيف هي الأوضاع بالمدينة، وهل استعادت هدوءها بعد هذه الأحداث؟ كما ذكرت الأخت رتيبة في الموجز أن الأحداث وقعت بعدما حاول بعض الأفارقة الاعتداء على طفلة تبلغ من عمر 9 سنوات، وهذا ما أثار سقوط ساكنة حي الإنارة. هذه المشادات انطلقت منذ حوالي الساعة 3 بعد الزوال، وهي مستمرة إلى وقتنا الحالي. وقد سقط بعض الجرحى جراء الترشق بالحجارة، والوضع نوعا ما انفلات أمني نوعا ما. طيب مصطفى، من خلال ما تمتلكه من معطيات حول هذه الاحتجاجات، ما هي الخطوات التي اتخذتها السلطات لحد الآن؟